لو انت بتلعب ومش فاهم الدراجونات والدريكات بتعمل ايه او بتاخدها وخلاص من غير ما تستغلها صح وتفهم كل دريك بيديك ايه، فالفيديو ده معمول عشانك لان هشرح لك كل الدريكات بكل التفاصيل بكل انواعها، وامتى تاخدها وامتى كمان تتجاهلها وانهي دريك اللي هيفيدك وانهي دريك اللي مش هيفيدك، وهشرح لك كل سول بيديك ايه انت والتيم بتاعك. فركز معايا للاخر لان الفيديو مهم جدا. مبدئيا كده كل دريك بيديك باف للتيم كله، يعني كل ما بتاخد دريك كل ما بتاخد بونص بينزل للتيم كله مش ليك بس، لان في واحد دخل لي من يومين بيقول لي ان في واحد تشالنجر قال له ان انت لو سبقت الدريك باتش بي قليل فده بيديك اكس بي بس ما بيدكش البونص بتاعه. فده غلط، انت لو خدت الدريك على واحد اتش بي فبيتحسب لك انت والتيم بتاعك البونص بتاعه كام. نبدأ بالاوشن دريك، وده للناس اللي هي بتخش فايت وترجع بلو اتش بي، يعني انا كل ما اخش فايت وهرجع لو اتش بي فهيبدا يرجع لي 2% من الاتش بي كل 5 ثواني. يعني انا خلاص دخلت الفايت وراجع باتش بي قليل، كل 5 ثواني يرجع 2% منه، فهتلاقي اتش بيك بيزيد تاني اسرع من اللي قدامك، فيبقى ليك افضليه ان انت تخش تعمل تريد وترجع تاني. تاني نوع وهو الكيمتك، ده بيديك 6% تنستي 6% هيل اند شيلد باور. يعني ايه تنستي؟ ده هو اللي بيقلل وقت الستان والسلو، يعني اي حد بيديك ستان او سلو او اي افكت ده بيقل بنسبة 6%. ده غير ان في ايتمات وحاجات تانية بتقلل النسبة دي، فلما بتجيبهم مع الدريك ده فالنسبة بتقل زيادة جدا. وال6% هيل وشيلد باور دول بينفعوا اي حد بيدي هيل او شيلد. يعني مثلا لو انت معاك جانا او لولو او كارما او ايا كان اللي بيدي الشيلد، فالشيلد بتاعه هيزيد عليك بنسبة 6%، غير ان الايتمات اللي هو بيجيبها طبعا بتزود النسبة. طب لو شامبيون مثلا مع لايف ستيل وبيهيل نفسه فده برضه النسبة هتزيد 6%. طب انت بتدي نفسك شيلد بحد زي ساين او افيانا او لاكس او ايا كان، برضه الشيلد هيزيد 6%. فده بينفع كل الشامبيونات دي. تالت نوع معانا هو الانفرنال، ده بيديك 3% اتاك دامج وابيليتي باور. فده هيفيد الناس اللي هي الدمج بتاعها عالي جدا او الابيليتي بتاعها بيبقى عالي جدا. غير كده مش هتستفيد منه، لان انت لو انت تانك او سبورت او ايا كان فالنسبه اللي هي 3% مش هتديك. يعني انت مثلا لو 100 دامج انت هتاخد 3 دامج، فلهمش اي لازمه، مش هيفيدوك بحاجه. في الوقت ده ما تدخلش فايت تجازف فيه على دريك مش هيفيدك، الا لو انت ضامن انت تاخد دريك من غير خسائر. رابع دريك وهو الماونتن، ده بيديك 5% ارمر وماجيك ريزيست. لو انت تانك هتستفيد منه، تانك زي مالفايت راموس ليونا ايا كان، يعني الارمر بتاعك والماجيك ريزيست عالي جدا اللي هو 300 400، فهتبدا تاخد نسبه توصل ل 20 25 على حسب الارمر والماجيك ريزيست بتوعك. فانت لو انت ما فيش تانكات معاك برضه ما تجازفش على دريك زي ده لانه مش هيفيدك، لان انت لو معاك 50 ارمر النسبه تكون قليله جدا، 2.5 ارمر مش هيفيدوك بحاجه يعني. ففي الوقت ده تجاهله تماما، ما تاخدوش غير لو انت ضامن 100% برضه ان انت هتطلع باقل خسائر. خامس نوع معانا وهو الكلاود، ده بيديك 5% موف سبيد طول ما انت مش بتفايت في حد. يعني لو انت بتتنقل من مكان لمكان فانت السرعه بتاعتك هتزيد 5%، واول ما بتيجي تضرب في حد او حد يضرب فيك ال 5% دول بيختفوا. فده ينفع الناس اللي هي بتتحرك، اللي هو كجنجل او سبورت مثلا بيروم للميد، او الميد بيتحرك على التوب والبوت مع الجنجل. فالناس اللي بتتحرك كتير في الماب هتستفيد بالنوع ده جدا. وكمان بيقلل السلو اللي بيجي فيك بنسبة 5%، يعني أي حد عمل لك سلو فأنت هتقلل النسبة بنسبة 5%. سادس نوع والأخير هو الهيكستك، ده بيديك 5 ابيليتي هيست اللي هو بيقلل لك ثواني السكيلات بتاعتك تفتح أسرع، و5% اتاك سبيد. فأنت طبعا لو بتلعب تشامبيونات اتاك سبيد زي الإيديسات أو مستري أو أيا كان، يعني تعتمد على الاتاك سبيد، فال5% دول هيفرقوا معاك. غير كده مش هيفيدك طبعا. نيجي بقى للسول. السول بتاخده ازاي؟ لما بتاخد 4 دراجونات، اول 2 بينزلوا في الجيم بيكونوا نازلين بشكل عشوائي، انت مش عارف انهي دريك اللي هينزل. لكن بعد كده اللي هو تالت دريك فيما بعد بقى لحد ما فريق من الفريقين ياخد السول اللي هم 4 دريكات يعني، تالت دريك هو اللي بيحدد باقي الدريكات هتكون ايه. يعني نفترض مثلا ان اول دريك هيكون انفيرنال، تاني دريك ماونتن، تالت دريك بقى لو نزل اللي هو الكيمتك اللي هو قدامكم ده، يبقى باقي الدريكات اللي هتنزل في الجيم كلها كيمتك لحد ما حد ياخد السول. نبدأ بقى نشرح السول. أول سول الكيمتك، ده لما بتاخده اتش بيهك لما بينزل 50% الدمج اللي انت بتطلعه بيطلع بنسبة 13% زيادة، وأي دمج بيجي فيك بتشيل 13% منه. يعني البونص بتاعه هيجي لك أول ما اتش بيهك ينزل النص. وده أكتر سول أنا بحبه وبحس إن هو بينفع معظم الشامبيونات، لأن أي حد هينزل اتش بي والنص فأنت الدمج اللي هيجي فيك هيقل بنسبة 13% واللي بتعمله هيزيد بنسبة 13%. تاني سول معانا وهو الماونتن، ده بيكون فيه شيلد فوق الاتش بي بتاعك بيفضل موجود عليك، وأول ما بتخش فايت ويتشال بعدها ب5 ثواني وأنت بعيد عن الفايت بيبدأ يرجع لك تاني بعد 5 ثواني. فده كويس جدا إن أنت تخش فايت
يتشال من عليك ترجع والشيلد ييجي لك تاني تخش تاني. وكمان هيفيدك لو أنت مثلًا بتلعب champion squishy AD carry مثلًا أو الmage وفي حد بيفوكس عليك بone shotك فهيبقى في شيلد فوق HP هيشيل شوية damage منك، فبينفع معظم الشامبيونات. تالت سول هو الinfernal soul بيكون معاك ضربة بتضربها أيًا كان لو auto attack أو skill أو أيًا كان، أول ضربة بتيجي تطلع منك بتطلع بدمج أعلى كأنك حذفت قنبلة كده والكول داون بتاعه قليل جدًا كل 3 ثواني، يعني أنت كل 3 ثواني هتضرب الضربة العالية دي، فبيبقى حلو جدًا مع الشامبيونات اللي بتبوك من بعيد أو اللي بتدمج. رابع سول وهو سول هيكستيك ده أول ضربة بتضربها في الenemy تبدأ تعمل كهربا كده، الكهربا دي بتوصل ل4 شامبيونات حتى لو ضربتها في الminions وفي حد واقف ورا الminions الكهربا دي هتوصل له تعمل له bonus damage، الدمج ده بيكون true damage بسيط وبتعمل له slow والrange بتاعها عالي. يعني أنت ممكن حد بعيد مثلًا تضرب في الminions تعمل له slow تبدأ توصل، ممكن تضرب في champion جنبيه صحابه برضه ياخد damage بslow زي ما أنتم شايفين الrange بتاعه كويس جدًا. خامس سول وهو سول الcloud ده بيديك 15% move speed على حسب سرعتك، يعني أنت كل ما أنت بتكون معاك move speed عالي النسبة هتزيد 15% ودي بتكون معاك أساسية سواء أنت بتضرب أو برا الfight أو جوه الfight أيًا كان السرعة دي ثابتة معاك 15%. وكمان بعد ما تستخدم الألتيميت بتاعتك اللي هي الR بتاخد موف سبيد 50% لمدة 6 ثواني، وده طبعًا بيفيد شامبيونات كتير زي مستر يي مثلًا لما بتدوس R وتخش الفايت فأنت بتبقى سريع، فأنت هتسرع نفسك زيادة جدًا لمدة 6 ثواني، أو مثلًا شامبيون زي موردكايسر فأنت ضربت R على حد خدته البرازيل جوه، فهتلاقي نفسك سريع وبتوصل له بسهولة لمدة 6 ثواني. أي شامبيون بقى بيضرب R وبيكمل الفايت بيستفيد من السول ده. نيجي للسول الأوشن ده السادس والأخير معانا، ده بيرجع لك هيلز ومانا لما بتضرب في حد بيرجعهم لك خلال 4 ثواني بعد ما بتضرب فيه، والنسبة بتاعته بتزيد على حسب الجيم وعلى حسب الشامبيون اللي أنت بتلعب بيه هتلاقيها مكتوبة لما بتجيب الماوس على السول اللي هو بيبقى في نص الشاشة زي ما أنا معلم كده هتلاقي النسبة مكتوبة هيلز قد إيه ومانا قد إيه، بترجع لك خلال 4 ثواني. فده يخليك أي تشامبيون أيًا كان تقدر تخش فايت وترجع تاني اتشباهك يرجع، الشامبيونات اللي بتطول في الفايت هتستفيد أوي من السول ده، حتى لو أنت بتلعب بتشامبيون مش بيطول في الفايت حاول تطول الفايت لأن أنت هتستفيد أكتر إفادة من سول زي ده. نيجي بقى للإلدر وده أقوى حاجة بينزل بعد ما بتاخد السول أي فريق أيًا كان لما بياخد السول خلاص كده مفيش تريكات تانية هتنزل، بيبدأ ينزل حاجة اسمها الإلدر. أي فريق بياخد الإلدر ده هيقل يكسب أي فايت حتى لو أنت بيهايند وخسران الإلدر ممكن يرجعك للجيم بفايت واحد لأن الباف اللي بيجي لك منه بيكون عالي جدا بس ده بيجي لك لمدة دقيقتين وربع أو دقيقتين ونص مش متذكر أوي ممكن حد يعدل عليا في الحوار ده ويكتب. الإلدر بقى بيعمل إيه؟ طول ما أنت بتضرب في الإنمي في بايزون كده كأنك عامل إجنايت عليه بيجي بترو دامج لمدة 3 ثواني ولما اتش بي بينزل 20% يبدأ يتمحي من على الأرض بيتعمل له اكسكيوت قوي جدًا، أنت طول ما هتضرب فيها تعمل true damage bonus true damage ييجي HP 20% يتمسح خلاص مات، فحرفيًا طول ما أنت معاك الإلدر خُش أي fight وأنت متطمن بس برضه بالعقل عشان ما تخشش تضيّع الإلدر وتموت، ولمّا بتموته بييجي تاني بعدها ب5 دقايق إلدر أقوى من اللي قبله. عايزك بقى تكتب لي في الكومنتات أنهي سول اللي أنت شايفه جامد جدًا ومحتاج يتنرف، وأنهي سول اللي أنت شايفه ضعيف ومحتاج يبقى أقوى، ولو الفيديو ده عجبكم لإن ده أكتر فيديو تعبني حرفيًا بقى لي كتير جدًا قاعد باجهز فيه، يا ريت تعمل لايك وكومنت تكتب لي فيه رأيك، وتعمل شير لصاحبك اللي مش فاهم دريكات أو بيلعب جانجل وبياخد الدريك وبيموت نفسه عشان دريك مش هيفيد التيم بتاعه بحاجة، وبستريم يوميًا من الساعة 10 على كيك وتيك توك الاسم على الشاشة قدامكم، والفيديوهات موجودة بجودة أحلى على اليوتيوب برضه فارس جيمنج 500 هتلاقوا نفس الاسم في كل المنصات، واكتبوا لي في الكومنتات عايزيني أشرح إيه تاني الفيديو الجاي وشكرًا.